الله يخرب بيتك يا احمد، انا نفسي. والله يا روعه ما هسيبك فاسمع الكلام واقف احسن. بالله عليك الحقني يا استاذ. في ايه؟ في حضرتك وانا بصلي قدام بيتكم؟ بالله عليك الحقني. الحقك من ايه طيب؟ بيجري ورايا بيجري ورايا. يا عم انت قطعت نفسي. اهدى بقى عشان هي واقفه هناك عند الشاب اللي بيصلي ده. ما كانش جواز. يا عم تعالى بقى واهدى. بالله عليك والنبي الحقني والنبي. حاجه هم عايزين منك ايه؟ انت ايه اللي بتعمل ايه ده؟ فرجت علينا مالكش الناس. دعوه بيا. ماليش دعوه. بعد اذنك بس كده يا استاذ. ايه اللي بعد بالله عليك اذنك؟ والنبي ما تسيبني. يا عم دي اختي، انت ايه دخلك؟ اركن كده بقول لك على جنب. يلا قدامي يا روعه. طب يا استاذ اهدى، الكلام مش كده يعني، اتكلم بهدوء. يا استاذ حضرتك معاه؟ ايوه معايا. طب احضرنا، ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم حاجه. ابعدني عنهم والنبي. استني بس، طب انا عايز افهم حاجه، هو اخوكي فعلا يعني ولا بيهزر ولا ايه؟ اخويا، بس انا مش عايزه ان انا امشي معاه. اهو قالت بالله لك. عليك والنبي الحقني. يا استاذه طب ده اخوكي، ولو في ما بينكم سوء تفاهم مش في الشارع يعني. ده مش كويس اصلا، ده عايز ان هو يجوزني بالغصب. الواحد اصلا زباله. ده بتاع كاس ودايما بتاع ستات كمان. طب بس بقول لك ايه، هي اديك سمعت قالت لك ان هي اختي وانا اخوها، فبعد اذنك اركن بقى على جنب كده. يا استاذ استنى، في ايه يا استاذ؟ وانا مش مالي عينك، انت كل حاجه ايدك سابقه ليه؟ هو ايه يا عم؟ اتكلم بالراحه يا عم. ماشي يا عم، احنا بنتكلم براحه وانت ايه دخلك؟ دي امور عائليه، انت مالك انت؟ خلاص يا يعني. استاذ خلاص، جت استنجدت بيا فلازم الواحد يقدم المساعده يا اخي. وحياة امي لو اوريك. عاجبك اللي انت بتعمليه فينا ده؟ ارجوك والنبي، ده بيهددني. بقول لك ايه يا احمد؟ بالله عليك طب ما تسيبها دلوقتي. اهدى والنبي ما تسيبني ان انا امشي معاه. طب اهدى يا استاذ اهدي. طب بقول لك ايه يا استاذ، بقول لك ايه، صلى على النبي. عليه كده السلام. شاب كده وهنفهم بعض يا استاذ. حتى انت يعني لو ناوي تخطبها زي ما بتقول، ربنا يا رب يتمم لكم بخير، بس الموضوع ما يتاخدش قفش كده كده. هي هتزعق وهنفرج الناس على بعض، فايه رايك بس ايه، انا بيتي هنا، تشرب بس هي حاجه وتهدي نفسها وتهدي اعصابها وخدوها. يعني الموضوع مش هيكمل ساعه يا استاذ. انت اتجننت؟ انت ايه اللي بتقوله ده؟ بس انا بقول لك حاجه غلط، بقول لك انها تهدى بس تروق اعصابها يعني. بقول لك يا احمد هو معاه حق، سيبها تهدى وبعد كده نتكلم. بالظبط، بعدين كانت بتجري، ممكن تجري منكم في الشارع برضو. ماشي ماشي يا استاذ، انا مش هاخر. تعالي معايا يا استاذه بعد اذنك، فهميني ايه حكايتك. اتفضل يا استاذ. خلاص يا استاذه اهدي بقى اهدي، وبعدين ده اخوك يعني مش هيأذيكي. اتفضل اقعدي. في بقى حضرتك يعني واضح كده ان انسانه متعلمه وبتفهم، يعني ما ينفعش تعملي كده، وبعدين ده اخوكي. على فكره بقى، انت لو عرفت اللي تم اصلا معايا، انت بنفسك اللي هتقولي ما ترجعيلوش تاني. بصي، من غير حضرتك ما تحكي، واضح كده ان هو جايب لك عريس، وانت بقى مش عاجبك العريس، وبعدين مش هينفع كل بنت اليومين دول العريس اللي يجي لها لو ما عجبهاش تهرب يعني. افهم بس افهم. انا هعتبرك ان انت زي اخويا الكبير، بس على فكره انا مش بقول ان انا مش موافقه عليه عشان ان انا بتلكك ولا ان انا عايزه حد تاني. انا بقول ده عشان اي حد مكاني عمره ما هيرضى ان انا اوافق على واحد زي ده. ليه؟ ده واضح حتى انه شاب، وواضح يعني انه في بدايه حياته، حتى لو فقير ربنا هيكرم. فقير ايه؟ انا ما عنديش مشكله فقير ولا غني، انا ما عنديش مشكله في ده، بس ده بتاع سيجارتين وكاسين وكل شويه انا بشوفه مع واحده شكل. يا نهار ابيض. ده غير اصلا ان اخويا بقى الله يجازيه عايز يجوزني ليه تخليص حق زي ما بيقولوا. الدرجه دي وفي حد يعمل كده في اخته؟ طب بقول لك ايه، معلش يعني انا اسف لو هتدخل يعني. اتفضل. قولي لباباكي ومامتك يتدخلوا، وانك مش عايزه تتجوزيه وخلاص. يا ريتهم موجودين، بس انا ملياش حد، عشان كده بقى هو حاططني في دماغه، واللي عايز يعمله معايا بيعمله. اي حاجه بقى ان هو يخليني ان انا اتجوز واحد زي ده، ولا ان هو يقول لي على اي حاجه لازم ان انا اعملها. ومعلش انا اسفه، انا ولا ان انا هستحمل ان انا عيل من عيالي يطلع يبقى واحد زي ده ابوه. لا استحاله. حضرتك اكيد فاهم يعني ومتعلم برضو، وضع زي ده صعب. معاكي حق. طب بصي يا بنت الناس، انت استنجدت بيا، وانا بصراحه كده يعني برضو ايه، تفكيري مش هيوديني لاكبر من الحلول دي. اخوكي بره ومعاه الشاب ده، فلو طلعت دلوقتي اكيد هياخدوكي بالله عليك. وهتتجوزيه غصب، ودي حاجه طبعا انا مرضهاش لحد طبعا يقرب لي او اي حد يخصني. الله يكرمك. فانا عندي ليكي حل. الحل ده صعب شويه، بس هو ده الحل الوحيد اللي ممكن نعمل، يعني اللي انا ممكن اقدر اخدمك فيه. قول، انا ايدي على كتفك. الاول انت عديتي سن الرشد، يعني انت عندك كام سنه اصلا؟ انا 23. طب حلو قوي. انا ممكن دلوقتي اجيب مأذون، هو كمان حظك الحلو ان المأذون
الدور التاني عندي، يعني مش هيشوفوه اصلا. ممكن دلوقتي اجيب المأذون واكتب عليكي، وفي الحاله دي لو عملوا ايه مش هسمح لهم طبعا ان هم ياخدوكي. يومين 3 كده يا بنت الناس، او مش يومين 3، لو ساعه كمان حبيتي تمشي بعدها اتفضلي امشي، وانا هطلقك طبعا. والله انا يعني انا اول ما جيت الناس تنجد بيك، انا اللي قلبي طمني ليك ان انت كنت بتصلي وعلى سجادة الصلاة، فاكيد مفيش احسن من كده يعني. بص، هو وضع صعب قوي، وانا ما كانش نفسي ان انا اعمل حاجه زي دي من ورا احمد اخويا، هو برضه اللي ليا في الدنيا، بس هي ولا حاجه حرام ولا اي حاجه، انا موافقه. بس اهم حاجه انت صادقه في اللي حكيتهولي. ربنا وحده شاهد عليا في اللي انا بقوله. طب خليكي هنا، هجيب المأذون وجاي. تمام. سامحني بقى يا احمد. ما يلا نروح بقى يا احمد، تعوقوا خالص. يا عم بقول لك ايه، اهدى شويه عشان خاطر هي ايه يكون هدت خالص كده وفكرت بالعقل عشان نخلص من الشغلانه دي بقى. اهدى شويه بس، اعمل حسابك الجوازه دي لو ما تمتش يا احمد انا هرفع الشكاية. لا لا ان شاء الله مش هتوصل لشكاية. اتفضلي يا عروسة انت. شكرا. زواج المبارك ان شاء الله. الله يكرمك يا متر، شكرا لك. السلام عليكم. نورتني، الله يبارك فيك. ألف مبروك يا أستاذ. نورتني يا زمات. بص يا بنت الناس، هو كده بقى ان شاء الله مش هيقدر يجي يتكلم، ولو جه اتكلم اكيد طبعا انا مش هفرط يعني واسيبك، وزي ما اتفقنا ماشي. تمام. انا مش عارفه ان انا اشكرك بصراحه ازاي على الموقف ده، انا اسفه ان انا حطيتك في موقف محرج جدا زي ده، بس انت انقذتني بجد. احمد اخويا مش سهل، وكان ممكن ان هو يعمل اي حاجه. واضح فعلا انه مش سهل، ربنا يستر بقى من اللي جاي. بص، هو كل حاجه ان شاء الله هتكون تمام، وانا وعدك ان انا مش هسبب لك اي مشاكل ان شاء الله. ما خلاص بقى يا استاذه، لو في مشاكل ما خلاص هتحصل يعني، مش هتسبب بعتذر لي لك بس. جدا. ولا يهمك، اي حد مكاني اكيد كان هيتصرف نفس التصرف ده. اظن كفايه بقى لحد كده، وانا هرن بقى واللي يحصل يحصل، انا مش هسيبها اكتر من كده جوه. هو مين اللي يكون جه دلوقتي؟ مش محتاجه انباهه يعني، اكيد اخوكي والشاب اللي معاه. ايوه اهلا. يا فين؟ انت عامل ايه؟ ازيك يا استاذ؟ احنا هنتصاحب يا عم. يا عم ليه بس كده الدخله دي؟ ما تتكلم بالاصول وبالادب وبالراحه. طيب ما هو دي الاصول والادب. يلا يا روعه. لا انا مش هاجي معاك. نعم مش هتيجي معايا؟ تبان عليك بقى اتجننتي. وبعدين هو يصح برضه واحده بنت ناس تقعد على عند واحد غريب في البيت؟ لا هو ما بقاش غريب. يكون من بيت اهلنا وانا ما اعرفش، صح؟ يكون طلع مثلا ابن عمي وانا ما اعرفش. طب اسمع بقى يا ظريف. طب ايدك جنبك وانت بتتكلم. طب انا ما كنت تهدى يا احمد، احنا جايين نخانق. انا كنت لحد دلوقتي محترمك وبقول ان ممكن يبقى في صله قرابه، فما ينفعش الواحد يعني يقل منك، بس واضح كده انك مش هتيجي بالادب ولا بالذوق. فمع احترامي ليك تاخد المقطوع بتاعك ده، العيل الشمال بتاعك ده، وتاخده وتتكل على الله من هنا. احترم نفسك واتكلم باسلوب احسن من كده. الكلام اللي بقوله لك ده هو اللي عندي. استنى. وبقول لك ايه بقى من الاخر، يعني مش هتمشي معاك. عارف ليه؟ ده شغل عافيه ولا لا ايه؟ مش عافيه، ده أمال شغل إيه؟ اصول وادب، لانها خلاص بقت مراتي ولسه كاتبين. نعم بقت ايه؟ مراتي. لا ده انتوا باين عليكم اتجننتوا انتوا لا الاثنين. بقول لك ايه، صوتك يعلى تاخد قلمين وتتكل على الله. انت فاكر ان انا هسيبك؟ يا حبيبي لو جيت هنا تاني الشرطه هتاخدك، ماشي؟ الشرطه؟ خد بقى العيل الشمام بتاعك ده وغور من هنا. انا قلبي كان هيوقف. لا احنا كده ماشيين تمام. انا بس يا بنت الناس ايه، لو انت عايزه تمشي او اي وقت قولي لي وانا لا. هخلصك من الجوازه دي.